انا شخصيا هزعل. مالك الترندات صاحب الحصان الابيض، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج معلم. بعد غياب اكتر من سنه معلمي، وفي تحضير الحلقه دي انا حاولت اشوف الايجابيات اللي بقت موجوده دلوقتي، بحاول استكشف معلم الترند دلوقتي بقى عامل ازاي. بس التقصير كده عندي انا وانت احسن مني. ايه الجمال ده معلمي؟ شيخ وشه بشوش بيضحك. هو السوشيال ميديا ربنا هداها ولا ايه؟ لا معلش بقى كده معلم، لازم نسمع له. انا بقول لك كونسلتنت بلس ميتنج فيز كام ورقه؟ حضرتك بتقول ايه؟ تعال نرجع ورا شويه يا معلمي. استنى انت رايح فين؟ كان في ناس كتير قوي معلمي في الترند زمان. ام خالد مثلا، صحيح يا معلمي هي فين دلوقتي؟ اللي يعرف الصح من الغلط يطبقه على نفسه ما يقرفناش معاه. ايه ده؟ فين ابو خالد؟ اتهور ولا ايه؟ ام خالد في ايه يعني؟ بقى الف سلام عليك. مساء الجمال والكريستال على حبايب قلب ام خالد. تمام، هي فين بقى ام خالد؟ ده اللي فات ما كانش ضرب بقى، ده غير النسخه الجديده ما شاء الله. طب يعني نقول لك ايه يا نسا ام خالد؟ طب يا نسا ام خالد يعني ممكن اقول لك على حاجه؟ انا دلوقتي عايزه اقول لكم حاجه واحده بس، طب يعني لو امكن اقول انا اللي اتكلمت الاول بعد اذنك. ان كلكم غلط وانا الصح. طبعا ليك حق دلوقتي تعملي كده. طب هو سؤال يعني، هو ابو خالد موافق على الكلام ده؟ والنعمه دي على عيني يا محمد، لو دخلت في التفاصيل ما هتعرف تمشي في الشارع يا محمد. استغنيتي عن الطشيبه ازاي ده؟ بس بقول لك انت لازم الحكايه دي تقفل عليها خالص، يعني بلاش يعني تنزلي حاجات او الكلام ده تلقيح والحاجات دي. انت عاقله. هو ينفع السنه دي نضحي بالجدارين ولا لحم الناقصين حرام؟ انا اعتقد ان اي اضحيه غير المواشي الطبيعيه حرام. فلو بتسالي دي اجابه. حاسس الدنيا اتغيرت كده. فين السوشيال ميديا؟ فين المطبخ القديم يا ام خالد؟ فين اللايفات؟ جو اللايفات ده يا جماعه يعني معلش لسه شغال. اعتقد كانت موضه وخلاص بقى. بجد او ماي جاد ربنا يرزقك. خير يا فندم. او ماي جاد ايه؟ وحضرتك مين؟ هو انت يعني معلش هو مجرد سؤال، انت بتعملي التفاهات دي عشان تتشهر وكده؟ هو اسلوب قديم وسؤال اقدم، بس جاوبيني يعني. الشعب المصري بيحب التفاهه قوي، حاجه التافهه اللي انا بعملها دي هي اللي بتجيب ريش. الشعب بيحب التفاهه. او ماي جاد ربنا يرزقني. هو ايه حكايه او ماي جاد دي؟ بعدين ايه بنحب التفاهات دي؟ ما تقولي كلام عادي يا ست انت في ايه؟ بعدين يا معلم انا ملاحظ ان ناس كتير قوي عماله تقول دي كده بعد التحديث الجديد. انا خايف القي نظره على النسخه القديمه. خافش من حاجه ابدا. الحالة ضنك صحابي فاكرني مدير بنك. واضرب كمان عايزه توب. الصوت رائع، انا ما شفتش ارقع من كده الصراحه. طبعا لا بصراحه يعني كده في اشاعات تدار بتقول يعني ان انت تحسدي. الكلام ده صحيح؟ عمرك شفت مانجا خام؟ لا ما شربتهاش. يا رب ما تشوفني ولا تشوف الحلقه، بس يعني هم اكيد ظالميني ودي صدف ان شاء الله مش صح. جايبه اسمها ايه دي تقول معايا حسدتها عيني جابتها الارض. انت كمان عارفه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. طب يعني بيني وبينك كده انت عايز ايه عشان الترند بتاعك ده يخلص؟ عايزه فلوس ولا شهره ولا عريس؟ بدور على عريس بجد. بس ايه رايك بقى تتجوزي وتبطلي تطلعي؟ يعني بالمناسبه مواصفات العريس ايه؟ المواصفات بتاعتي يكون معاه فلوس وبيصرف. عايزه ده ب 300,000 جنيه ويكون معاه فلوس وغني ومعاه عمار. لا مش ماديه خالص يا علاء بصراحه. لا دي زيتونه كذب دي. معلش يا معلمه عادي الدنيا معايا. اقول لك سيبك من علاء خالص. هي صحيح سوزي عامله ايه دلوقتي؟ بصوا صاحبتي الجديده. ايه يا جدعان؟ وبعدين يعني هي دي سوزي يعني صح؟ طب هو فين يعني سوزي بتاعت زمان وطارق وفين الكلام ده؟ انا قفشت مامي مرتبط. مفيش حاجه تفضل على حالها كده خالص. معلش بصراحه كده انا عايز اي اثبات انك سوزي، انا ما بقتش متاكد بصراحه. هي دي حكيتها صح؟ دي حكيتها بتهزر. طب انا يا سوزي مش شايفه ان انت اتغيرتي جامد زياده عن اللزوم يعني، لدرجه ان انا ممكن اشك ان انت تكوني عامله حاجه، ولا الفلوس تكون بتعمل اكتر من كده يا معلمي؟ طبيعي هنضف من الفلوس. هنضف من ايه يعني؟ من البرسيل جل. لسه دمي خفيف. عسل عسل يا سوزي. طب يعني بصراحه يا سوزي كده خلاص انا اعتقد ان انت قادره تفتحي بيت، فيعني ليه لا بقى؟ ليه اعرف افتح بيت؟ لو مديني المفاتيح هفتحه عادي جدا. لا بصراحه كده انا اتاكدت ان هي سوزي خلاص كده يا معلم. انا بقى حاسس ان انا اتاخرت جامد. هم كلهم اتغيروا ولا انا بيتهيألي؟ طب ده بقى لو اتغير انا شخصيا هزعل. مالك الترندات صاحب الحصان الابيض. انا بس كبير البرنامج يا اخي مين كبير البرنامج غير امال مين؟ اخوه يا والله. الحمد لله على السلامه هيما. بس هو التغيير مش كبير يعني قوي، وحلقه الشنب بس. البرنامج ده له كبير من هنا ورايح. كبير برنامج ايه يا عم؟ يعني طمنا عليك بس الاول، انت كويس؟ اخدكم بظهر ايدي يا اصدقاء على وشكم. ليه كده يا هيما؟ في ايه؟ بعدين يا ابراهيم انا بصراحه مش فاهم هم مضايقينك في ايه. انا يا هيما يعني حتى لو مضايقينك في اسلوب حلو للنقاش. والله لا اقول لجاري على اللي انتوا بتعملوه. يم والله لا بلغ جاري. خاف يا عيني. يم هيما بقى بقول لك يمسك العقل شويه، ما ينفعش كده. بس بصراحه انا مبسوط بصراحه في تغيير وتطوير كده. انت ايه اتجوزت ولا خلفت ولا ايه جديدك يعني؟ المولود اللي يتولد بمسكه بايدي كده افحصه. هو انت مش دكتور؟ بس انا عايز افهم انت بتفحصه ليه برضه؟ ان كان ضعيف او هزيل او اي شيء عيب فيه بتخلص منه في الحياه. ما تصغرناش بقى هيما. وبعدين ثانيه واحده، هو انت غيرت اسمك ولا ايه؟ ايه المهرجه اللي انت كاتبه ده؟ طب هيما فاكر كده ارجع بالذاكره لورا، انت كنت جاي برنامج ليه اصلا؟ داخل البرنامج ادور على عروسه قطع الحصان الابيض اعبر بيها البحار والمحيط. يا اخي شوف انا بقالي قد ايه معاك، انا ما شفتلكش حماره بيضه حتى. بعدين بصراحه كده انا عاوز اسال سؤال بس قلقان. هو انا لو قلت لك دلوقتي انت مين هتقول لي حقيقه ولا زي زمان؟ انا يوناني. زي زمان صراحه كده هيما. انت عايز حلقه لوحده، واحد بيتسحل معاه معلمه. بس معلمي انا مش فاهم هو كله اتغير بشكل كبير كده ليه؟ ما كانتش سنه وشويه دي يعني معقول يعني معلمي الصراعات والمشاكل بتاع مشاكل كرام مشاكل يا معلم. ده انا كنت ناسيه، هو راح فين دلوقتي؟ ولا يعني يبقى شكله عامل ازاي بالمره؟ ما احنا كله بيتغير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعه ايه التهريج ده يا جماعه؟ فين كروان؟ يا جماعة نرتب الواقع
يا جماعه احنا لازم نصلي، لازم نتمسك بالايمان بتاعنا. الصرف فيها راحه بال. هو في ايه توبت يعني ولا ايه؟ مش فاهم. دي سنه وشويه، هو حصل له ايه يعني في السنه وشويه دول؟ لا ده احنا كده بقى نشوف فيديو تاني. عملك اللي هينفع، صلي قبل ان يصلي عليك. سلام يا سلام على الهدى والنور. ما شاء الله ربنا يهديك. وحصل ايه يعني؟ كل انت اتجوزت كمان يعني وربنا هداك ولا في ايه؟ القاعه متامنه تامين شديد وكايب حرس شديد. هو انت مستهدف يا كروان ولا ايه؟ بص هي دي حاجه لو هتطمنك فربنا يوفقك، هي اهم حاجه النيه. والتامين الشديد والحرس الشديد ايه؟ بعدين يا ابني انت مش كنت كويس من شويه؟ بص انا هقول لك على حاجه، مش مهم الافراح، المهم الشده اللي بتعلم وبتنور الانسان. الله صحيح يا كروان، هو انت حضرت عزا قبل كده اصلا؟ بقاء لله طبعا، كلنا متاثرين. تاثر فعلا هينط من وشك الصراحه. يا ريتني ما سالت. بصراحه يعني كده كروان بيني وبينك، هو الفرح باظ قوي يعني. لا ايه الهرجله دي ومين اللي شايلينه ده ولابس كده ليه؟ هو ايه ده يعني ترند جديد ولا موضه نازله ومين ده؟ انا العندليب الابيض. نعم اخويا، هو مش العندليب ده الله يرحمه يعني صح؟ سؤال ابسط من البساطه، هو حضرتك المرحوم ولا ايه؟ مرحوم ايه؟ اموات؟ لا احنا ما متناش الحمد لله، احنا لسه حيين. واضح ان انا المره دي انا غوطت جامد. كفايه اول لغايه كده يا معلم. بص انا هنزل الكومنتات اشوف رايك في الحلقه اللي انت كتبتها. ما تنساش يا معلم يعني ان انا هستنى الفيديوهات اللي انت هتبعتها لي اللي عايز اقول رايي فيها، واطلب طلب منكم يا جماعه وده رجاء يعني. ما تنسوش تدعوا لاخويا احمد بالرحمه والمغفره. انا زياد شوقي وده برنامج معلم. اشوفكم في حلقه جديده. يلا سلام.